معانا على الهاتف الأستاذ أحمد سعد الدين الكاتب الصحفي بالأهرام العربي. أستاذ أحمد صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. يعني رؤية حضرتك إيه لما تناولناه بخصوص أنه قطر يعني رحلت بعض القيادات الإخوانية إلى ليبيا وأرسلت يوسف القرضاوي إلى تونس؟ والله هذا الخبر أنا ممكن أستخرج منه 3 نقاط مهمة. أول نقطة أن قطر حاليا بتنفذ مرغمة بنود الاتفاق بتاع المصالحة ما بينها وبين مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا المملكة العربية السعودية اللي هي طالبت بإبعاد الإرهابيين عن قطر، لأن قطر في الفترة الأخيرة كانت تعتبر بؤرة لتجمع الإرهابيين. النهاردة أنا يعني لما أشوف النقطة الأهم اللي هي هؤلاء الإرهابيين كان قدامهم أي ملاذ آخر بعيدا عن قطر. هم عندهم مشكلة إن لو خرجوا من المنطقة العربية أصبح وجودهم ملوش أي لازمة، هتبقى مشكلة. يعني لو راحوا تركيا أو لندن أو غيره. النهاردة بشوف إن الشيخ القرضاوي هيروح تونس. تونس دولة مختلفة جدا جدا عما يعني ان احنا فاكرين ان هم هيرحبوا بيه او غيره. احنا عارفين ان حركة المقاومة في تونس حركة كبيرة جدا، والاخوان هناك مكروهين بشكل كبير جدا، فما اعتقدش ان هو يقدر يعمل حاجة. اما النقطة المهمة وهي وصول عدد من هؤلاء الإرهابيين إلى مطار معديقة الليبي. وكلمة معديقة يمكن هي صعبة شوية على الأذن، ولكن هي كانت إحدى بنات القذافي اللي ماتت في غارة أمريكية، فسمى المطار باسمها. هذا الخبر تحديدا أن وجود الإرهابيين في ليبيا يمثل جزء من الخطر الكبير على مصر. ليه بقى؟ لأن ما ننساش إن في ليبيا في ما يسمى بالجيش الحر. صحيح. والجيش الحر المفروض إن ده بيصنع أو بيحاولوا يؤهلوه عشان يعمل عمليات داخل مصر. فوجود هؤلاء الإرهابيين مع الجيش الحر يمثل جزء من الخطر على مصر. لذلك إحنا لازم نكون موجودين وواخدين الصورة بشكل كبير. الرد المهم على اي حاجة تحصل على الحدود المصرية الليبية اللي نتوقع خلال الفترة الجاية ان ممكن يبقى فيها بعض المشاكل. تمام. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد سعد. بشكرك على هذه المداخلة، الكاتب الصحفي بالأهرام العربي، وأتفق معاه شديد الاتفاق. وهنا هسترجع على طول كلمات قيادات القوات المسلحة، لواء الشحات على سبيل المثال، لما قال إنه يعني أي حد هيفكر إنه يخترق الحدود المصرية هيتدفن في الرمال. ده اللي أنا عايزه الحقيقة. أي حد هيفكر أنه يتعدى على الحدود المصرية